بلوكاس تولي في إطار التحضير للمشاركة في كأس إفريقيا للأمم 2010 يجري في ظروف ممتازة وفي جو أخوي تحت إشراف المدرب الوطني رابح سعدان، وردا منها على نشر عدد من المقالات التي وصفتها بالمثيرة حول سيرورة التربص الذي يجريه المنتخب الوطني بفرنسا قبل التوجه إلى لواندا بأنغولا، لا سيما الادعاءات القاضية بوجود جو مشحون في أوساط المنتخب، وكذا زعم استقالة رابح سعدان. أعربت الاتحادية الجزائرية عن استغرابها إزاء هذه الادعاءات التي لا تستند إلى أي أساس حول الغاية الحقيقية التي تكمن وراء حملة التضليل الإعلامي هاته. ونفت الاتحادية في بيانها وجود أي خلافات بين المدرب الوطني واللاعبين أو بينه وبين الاتحادية، كما حرصت الفاف على طمأنة الرأي العام حول الجو الجيد الذي يسود بين أعضاء المجموعة، مضيفة أن التربص يجري في ظروف ممتازة. وهذه الآن صور عن الحصة التدريبية التي أجراها منتخبنا الوطني اليوم، والتي تعكس أجواء التناغم والتكامل بين مختلف أفراد الفريق الوطني الجزائري لكرة القدم، تطبعها روح التفاؤل والعزم على تحقيق نتائج إيجابية في كأس إفريقيا للأمم بأنغولا بعد أقل من أسبوع. التدريبات التي تجري بمدينة لوكاستولي في جنوب فرنسا ركز فيها المدرب الوطني رابح سعدان على جوانب تكتيكية وأخرى بدنية جرت في ظروف ممتازة وبحضور جميع لاعبي المنتخب، كما يؤكد ذلك رابح سعدان للزميل سمير الشعبنا. يعني تطبيق البرنامج اللي درناه، يعني حقيقة رانا فعاليين، رانا نطبقوه في الميدان كما لازم. عندنا الحصص راهي ماشية لحد الآن، درنا 3 حصص. اليوم الحصة الرابعة، مازالنا حصصين الأخيرين في الأيام القادمة إن شاء الله. من الناحية النظامية كذلك داخل الفريق رانا نديروا عدد اجتماعات وبديناها، اما فرديه اما جماعيه، باش كما تعرفون، لان رانا مرينا من مرحله التصفيات لكاس افريقيا وكاس العالم الى درك تحضير النهائي تاع كاس افريقيا. عندنا روح اخويه في داخل الفريق، عندنا الامور يعني راهي تمشي كما لازم الحال، وحنا معزمين ورانا نحضروا كما لازم الحال ان شاء الله باش نمثلوا الجزائر كما ما يرى في لواندا، مهما يعني احنا تنتظرنا هناك يعني ظروف جويه صعبه، ولكن رانا نحضروا وان شاء الله الهدف نتاعنا هي نمشيو ابعد ما نقدروا فيه كاس افريقيا. التحضير في الجو هذا يختلف، لان الجو البارد تطلب مجهود كبير، يعني اللاعبين يقدروا يديروا، لان نديروا الحصص كما البارح، درنا الحصه تاع البارح والبارح درنا تقريبا ساعتين تاع عمل، هذا اللي ما تقدرش ديروا في زيادا على هذا، يعني كثير تنتقد. يعني انغولا راهي عندها شهر وهي موجوده في البرتغال. بالتوفيق لمنتخب الجزائر الوطني. ونواصل معكم اليوم مشاهدينا 68 وكذا دورة